السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشريط هذا اللي هو الجزء الرابع أنا نحب نعرف رجال الأمن والشعب التونسي بالتهمة المنسوبة إلى النقيب سالم الحاج منصور. التهمة شنية؟ طلعنا على الملف، ملف الملابسات متاعو الكل مفبركة، وبالدليل وبالحجة القاطعة سنثبت ذلك. إن التأم مجلس الشرف بوجودي، خاطر بدون وجودي يستحيل سالم الحاج منصور باش يمثل أمام هذا المجلس. التهمة تتمثل فيما يلي: مساعدة شقيقه، اسمعوني مليح، مساعدة شقيقه محمد الحاج منصور معناه على نشر أخبار مغرضة ضد إطارات أمنية. لهنا نذكركم بأن قائمة في 82 فاسد اللي هي معناها نزلها أخي محمد ناعم الحاج منصور صاحب ثورة نيوز، واللي على أساسها هي تمت إحالة إخواتي على المحاكم العادية، ثم بنفس التهمة يمثل، يعني يجب أن يمثل سالم الحاج منصور أمام مجلس الشرف الذي لن يكون مجلس شرف وفيه الدماسي توفيق الدماسي. هذه جريمة، هذه التهمة معناها نشر أخبار مغرضة ضد إطارات أمنية. بناء على شنو هذا؟ بناء على العلاقة الدموية بين سالم ومحمد ناعم. يعني نحن كي عندنا خونا يخدم في الداخلية يزلنا الكل عائلة كاملة ندخل نخدموا في الداخلية، نعملوا تقارير يعني بالشعب التونسي، وإلا راهو خونا سالم يتعدى على مجلس الشرف ويطردوه من الخدمة. سالم يخدم في الداخلية ما عندوش دخل فيا أنا كمحامي اش نعمل، ويستحيل أنا باش نكتب تقرير على زملائي باش يرضى عليا الدماسي وأمثاله. واضح؟ ونعم الحاج منصور عنده ثورة نيوز يكتب اش يحب حر، ومحمد وش اسمه ومعز الحاج منصور أستاذ إسلامي مستقل يستحيل زادة باش يخدم الخدمة ذي مع أخوه سالم الحاج منصور. سالم يحمل زي النظامي يخدم على روحه في إطار خدمته، لا يتدخل فينا ولا ندخلوا فيه. بهالعلاقة الدموية اللي هو ربطها الدماسي المتخلف ذهنيا باش يدخل سالم معناها في معمعة ما عندوش فيها حتى دخل، يعني سيد دماسي يحبنا عائلة كاملة يدجلنا يستحيل. وعدم الانضباط، شنو هي عدم الانضباط؟ هل سالم عطاوه أوامر في إطار عمله ولم ينضبط؟ هل سالم خالف قانون المهنة؟ هل سالم شدوه برشوة؟ في قتلة الشهداء رقاهم الدماسي وحبيب الصيدك اللي مازال قابع في وزارة الداخلية، هذوما رقاوهم. وسالم الحاج منصور التهمة المنسوبة إليه مساعدة شقيقه وما عندهم حتى دليل على ذلك. ثم القضاء أعلمكم أن القضاء برأ سالم في قضية حفظت في التحقيق، والقضية الثانية مازالت محلولة. تعرفوش علاش؟ لأن السيد الشاكي ذي من أذيان الدماسي قال له ما تمشيش المحكمة باش يسمعوك. على كل قضية التحقيق مش يخليها محلولة العمر الكل، مادام استدعاه مرة وأولى اثنين ثلاثة ما جاش باش تحفظ التهمة، لأنه الشاكي لم يدلي بأقواله. وبالتالي خلاصة القول وما غير إطالة يا شرفاء الأمن، إذا كان كل واحد في عائلته عنده شكون يقترف ذنب تتحملوا أنت مستقبلك في خطر، وإلا إذا كان أنت تخدم وعائلتك الكل تخدم معك في الداخلية سامحوني ما عادش خدمة هذية تونس كاملة باش يدجنوها للدماسي أو لمن سيخلف الدماسي. هذا المنطق يجب القطع معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.